أهلا بيكم يا جماعة. أنا إحساسي متواضع. بحس هنا إن الذكاء بتاع البشرية رغم إن هو بيزداد مع الزمن، يعني الإنتاج الفكري، العمق الفلسفي والفكري في المنتجات العلمية والأدبية وهكذا بيزيد مع الوقت، مستواه بيزيد. ولكن أنا بتكلم هنا عن العامة، مش بتكلم عن الخواص، مش بتكلم عن زبدة المجتمع. بكلمك عن العوام. العوام ذكائهم في انحدار. ليه؟ لأن بشكل عام أصبح هناك وفرة في المعلومات. مفيش أرخص من المعلومة رخيصة ما صح. كله عنده محتوى، كله عنده كتب بيألفها، كله عنده مقالات بيكتبها، لو فيسبوك لو في كيورا لو في أي مكان. فأصبح عدد المعلومات لا حصر له، وأصبحت الوصول إلى المعلومة بضغطة زر. في مقابل ذلك أصبح الذكاء العام. مش بكلمك عن الخواص، بكلم مش الخواص هم مين يعني؟ صناع المحتوى، المؤلفين، الكتاب، دول الخواص. أصدقك ماشي، الإعلاميين وهكذا. ولكن أنا بتكلم عن العوام، الأشخاص العاديين اللي زي حالاتنا كده. الأشخاص العاديين ذكائهم في انحدار بسبب سهولة الوصول للمعلومة. وعلى فكرة أصبح ده شيء شائع جدا. إزاي الكلام ده؟ يعني أنا شايف وجهة نظري. أنا هو راجل متوسط الذكاء. أنا هو محمد حسن شتاين، متوسط الذكاء. أنا لا عبقري ولا غبي، يعني أنا في النص. خلاص، أنا ذكائي متوسط. ولكن هيجي في المستقبل ناس هتقول علي أنا شخصيا، أو على أي حد زي حالاتي، ده الإمام محمد حسن شتاين، المفكر محمد حسن شتاين، الفيلسوف محمد حسن شتاين، وهكذا. ليه؟ لأن بشكل عام الذكاء مع مرور الوقت في انحدار. الذكاء العامة، الخواص كده كده ذكائهم بيزيد. الناس المتعلمة، الناس المثقفين، طبقة المجتمع الراقية اللي هو المجتمع اللي هو طبقة المثقفين والصفوة، دول ذكائهم بيزيد مع الوقت طبعا. بكلمك على العوام ذكائهم بيقل. فتلاقي ناس كده، يعني انا ممكن انا دلوقتي في الوضع الحالي ممكن مفيش حد معبرني، ولا حد مركز معايا، ولا حد بيشوفني، ولا حد خلاص. ولكن ممكن في المستقبل يجي ناس، مجموعة من البشر، مجموعة من الناس، سواء بقى عن مصريين عرب أجانب أيا يكن، يقولوا عليا المفكر محمد حسن شتاين، العالم محمد حسن شتاين. وأنا أصلا في الزمن بتاعي مفيش حد أصلا ملتفت إليا. لكن ممكن بعد ما أموت، مع الشر طبعا، ويتوفاني الله بعد عمر أيا يكن بقى طويل أو قصير، ألاقي نفسي ناس، مجموعة من البشر، علي شوف ده كان في واحد إمام من الأئمة اسمه محمد حسن شتاين. ليه؟ لأن أنا ذكائي بالنسبة لأهل جيلي أو بالنسبة لزماني عادي زي أغلب الناس. ولكن بعد موتي ممكن يجي أجيال اللي بعد كده في المستقبل ذكائها بينحدر أكتر وأكتر. فتلاقي ناس تقول عليك إيه ده عالم ومفكر وفيلسوف، يقعدوا ينفخوا فيك ويقولوا ليه أنت مش متبع المذهب. شوف الكلام، المذهب. ليه أنت مش متبع المذهب الحسنشتايني مثلا، يعني على أساس إن أنا نفس الاسم. مش بمجد في نفسي، بس بقول لك الواقع كله كده، مش انا بس. كل الاشخاص المتوسطين الذكاء في الواقع بتاعنا حاليا، هما في المستقبل هيبقوا ناس ائمه وناس عظماء. انا شايف كده. فدي نقطه مهمه جدا. وعندي امثله تاريخيه بتضرب المثل، بتتكلم عن موضوع خطيره جدا يعني. مثال مثلا ابن حزم الاندلسي. ابن حزم الاندلسي ده امام الظاهريه ده مذهب. على فكره المذهب ده ماشي عليه اغلبيه اهل السنه والجماعه على ما اعتقد يعني. فالامام ابن حزم الاندلسي كان في زمانه معارض للسلطه ومعارض لفقهاء عصره. ولكنه حتى بعد موته او اثناء موته كانوا ساعتها بيحرقوا كتبه. كان منبوذ، كان مشرد، كان كان بيمشي في الشوارع يتم اهانته، ويتم قصفه، ويتم شتمه.
وهكذا. ولكن بعد وفاته رفع رايته، الراية بتاعته، جماعة قليلة من الناس. في النهاية أصبح أي واحد بيتعلم علم شريعة أو علم ديني أو كده بيتم تأسيسه يتم تأسيسه علميا عن طريق كتب ابن حزم الأندلسي، المذهب الظاهري. واخدين بالكم؟ اللي هو العكس المذهب الباطني والكلام ده. فده ابن حزم الأندلسي، وكان عايش أياميها منبوذ ومتجاهل، ومفيش حد مهتم. حتى السلطة كانت بتعارضه، كان ممكن تعتقله وهكذا. ولكن بعد موته أصبح الإمام ابن حزم الأندلسي. واخدين بالكم؟ دي مثلا نقطة. الحاجة التانية، عندك جريجوري مندل ده كان رجل مسيحي، رجل دين مسيحي. كان قاعد في ديره في امان الله كده، قاعد في الدير بتاعه في الكنيسه، بيحب يزرع بسله. فبيزرع بسله في بسله في بسله في بسله، بيزرع كميه كبيره جدا من البسله. ف اثناء وفاته او بعد وفاته كان معروف عنه، ده الراجل الطيب المحترم، راجل الكنيسه، القسيس اللي بيزرع البسله، اللي بيحب الزراعه، اللي هوايته، شوف بيسموه ايه، اللي هوايته الزراعه. شوف يعني هما بص، شخص عادي كان عايش في الوقت ده، اسمه جريجوري مندل، رجل دين مسيحي بيحب الزراعة، هوايته الزراعة. ولكنهم بعد موته ب35 سنة كان بيكتب بقى مؤلفات بسيطة أو كتيبات بسيطة كده في مسألة الزراعة، ولا وإزاي البسلة دي بتتكون من البسلة دي، وإزاي البسلة بيتم نقل الوراثة الجينية في النباتات. أصبحت كتبه وأبحاثه بعد موته ب35 سنة تدرس في الجامعات، وأصبحت هي أساس والعمود الفقري والأساسي في مسألة علم الوراثة. علم الوراثة اللي هو الجينات، علم الجينات. فشوف واحد بعد موته تم تقديره ب35 سنة. نفس كان بالنسبة لابن حزم، بعد موته بمئات السنين تم تقديره، ابن حزم الأندلسي. يعني هو في إشبيلية، ابن حزم الأندلسي يقال إن هو في إشبيلية كان يتم رجمه بالحجارة، ويتم يعني كانت حالته صعبة جدا. ولكنه دايما الشخص يتم تقديره بعد موته. أغلبية الناس العباقرة أغلبيتهم يتم تقديرهم بعد موتهم بسنين كمان. فالعبرة والخلاصة أصدقائي، ممكن أنت دلوقتي ذكائك عادي جدا وسط الناس، يقال عليك في المستقبل الإمام فلان الفلاني، والمحدث فلان الفلاني، والفيلسوف والمفكر والعالم، إلى آخره من الألقاب. ليه؟ عشان ذكاء الناس في انحدار، مش عشان أنت جامد. ممكن عشان أنت جامد برضو ممكن، بس برضو عشان ذكاء الناس في انحدار، ده أحد الأسباب الرئيسية. دي وجهة نظري.